احنا يا جماعه النهارده سوق سيدي عيشه. طبعا احنا عارفين ان احنا بنيجي لسوق سيدي عيشه لازم بنروح عند عم حماده عشان نجيب المنتجات اللي ناقصانا. طبعا عم حماده احنا جبنا من عنده شويه حاجات، هنوريكم دلوقتي الفيديو. عم حماده بصوا شرح لنا كل حاجه تقريبا عنده، واتكلم لنا في كذا نقطه. لو انت غاوي حمام صح وركزت في الكلام اللي هو بيتكلم فيه ده، هتعرف ان انت ناقصك حاجات كتير جدا، واللي انت اصلا في حاجات كتير جدا ما بتعملهاش صح. فانا هوريكم مع بعض، ابقوا معانا. اهم حاجه تحط اللايك وما تنساش في الكومنت بتاعك. يلا يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا عند مقر عم حماده. عامل ايه يا عم حماده؟ حبيبي يا مهند، ايه الاخبار؟ وحشني والله. والله انت اكتر عليك يا مهند. حبيبي، ربنا يجازيك كل خير. سلامي ليك وعلى متابعينك وعلى قناتك، وربنا يعلي شأنك ويرفع قدرك باذن الله عز وجل. اللهم امين. احلى حاجه عاملاها ان انتوا كلكم فريق ناس مهذبه وناس طيبه وناس بتفيد الغوايه بجد، وناس غاويين حمام من زمان وطول عمركم ناس محترمه وزبايني، وبتيجوا تاخدوا مني حاجات، وانا فرحان لكم والله. ربنا يجازيك كل خير. انتوا بتفيدوا الناس وبتفيدوا الغوايه، واتمنى ان كل الناس تغوى حمام طبعا، لان دي الحمام ده طير ضعيف بيجمعنا وبيولف قلوبنا ببعض ويخليك ما تعملش حاجه غلط. هوايه الحمام هوايه جميله مربحه. الحمام بيكسب مش بيخسر ابدا. الحمام هوايه حلوه، بينميك، بيرفع ذكائك، بينمي قدراتك، بيخليك تستفيد من وقتك بحاجات جميله جدا 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 جدا. صح، ربنا يجازيك كل خير يا عم حماده. طبعا انا لسه جاي واخد من عندك ايه الحاجه بتاعتنا العاديه جدا. الحاجه العاديه انا قطره العين. قطره العين اي غيه في اي لفت. المفروض قطره العين دي تبقى كده موجوده كده سبير عندك كده. تمام. كحاجه حصلت مثلا طرقه ذكر عينيه وجعه، خد جراثيم، خد ميكروبات، لازم تبقى القطره موجوده عندك باستمرار. دي من ضمن الحاجات اللي لا يمكن تتشال من اللفت بتاعك. صيف شتاء. ما ينفعش صيف شتاء لازم تبقى عندي. العلاجات دي أجزخانة كده عاملها خاصة بتيورا. صح. تهتم بالتحديد، أو أول شيء بتهتم بيه هي النظافة. تمام. النظافة ثم النظافة ثم النظافة، تطهير المكان، ما يبقاش فيه حشرات. أول بأول تنظف على الطيور. بتكلف مرة واحدة في اليوم، عدا الأسوس اللي هي عندها زغاليل دي بتكلفها مرتين أو 3 كمان. غسل الحمام كويس، نوع في نوع الكلفة، ادي الحمام التحديق بتاعه، فريش له الطاجن، غير له فرش الطاجن اللي هو ياكل من التحديق ويبيض عليه. اهتم بيه عناصر الاحماض الامينيه والاملاح المعدنيه، تهتم بيها عناصر الكالسيوم. طبعا ده بيبقى بتتابعه انت. لو دخلت على صفحتي مثلا، او انت ممكن تكون اتكلمت على حاجه كده، الكورس اللي انت بتمشي ايوه كورس الوقايه ايوه انا فاهم كل الكلام ده. فيروسي للحمام ورفع مناعه، تبارك الله. حمامك كله يبقى بصحه جيده من غير ما تدي اي علاج. احنا كده ما بنتكلمش ان انت تدي ادويه وخلاص. انت بتدي حاجه كوقايه بس مش اكتر. ترفع مناعته، بتدي له رافع مناعه، بتدي له مضاد فيروسي، تلقى الدنيا عندك بخير. في بقى اللي بيجي بقى ناس تيجي تقول لك ده انا جبت حمام وكله بيعيا. طب ما هو عي ليه؟ عشان انت اصلا مش مهتم. لازم تهتم. الحمام ده زي البني ادم بالظبط، لازم ياكل ولازم يتغذى وياخد كورساته الاحماض الامينيه والاملاح المعدنيه والفيتامينات. لازم يعني تهتم بيه. طول ما انت بترعى الطير صح، طول ما انت هتكسب منه وهتربح منه، وهتبقى هوايه جميله ومفيده ليك. ازيك يا باشمهندس؟ انت بقى يا عم حماده عندك حاجه مضاد فيروسات كويسه؟ عندي مضاد فيروسات جميلة. انا بستعمل فيركون اس، بس فيركون اس دلوقتي ما بقاش موجود. ما هو مش موجود، وفيركون اس كمنتج مستورد مع سعر العمله ايوه ما بقاش موجود. المنتجات دي بتزيد. هجيب لك ايه؟ 51. فانا بقول لك يا عم حماده، هو انا الفيركون بطلت ما مش لاقيه عامه. تمام. الفيركون اس مش حكايه مش بتلاقيه. الفيركون اس تمام. العمله الدولار النهارده يعني ب 50 83 يعني حاجه بتبقى هو زاد الدولار بيزيد، هو ما بيبقاش موجود. المنتجات المستورده دي كلها تمام. العمله بتزيد، هي بتزيد بسعر خرافي، بتزيد جدا. فبالتالي احنا مش هنقف على حاجه، احنا مش هنقف على صرف مش موجود. في مضادات فيروسيه كتير جدا جدا، مش بنفس كفاءه الفيركون، بنفس الكفاءه بالظبط، وما شاء الله جميله يعني. تمام. زي مثلا حبايه الايديال الفيتامين، عندنا قطرات تعادل حبايه الايديال بالظبط، خماير وكالسيوم ومكمل غذائي زي حبايه الايديال بالظبط. الصنف اللي بينقص فيه بنفس كفاءته بديل. طب كويس والله، عشان انا الفيركون دوت انا عندي في البيت يعتبر يجي مثلا في حدود 50 جرام. انا مش عارف بعد 50 جرام لما يخلصوا او اروح فين. عندي مضاد فيروسي فوق الممتاز. وطبعا هنا يعني بعض الناس اللي بيجي عنده مثلا
20 قص او 30 قص، ما هوش مزرعه يعني كبيره. أيوة عشان ياخد لتر او ياخد ربع لتر وبتاع. عندنا منه قطارات معبأه كده 15 سم. تمام. ده عامله كام القطاره دي؟ مش سيبها يعني. بص انا السعر خلاص، السعر متغير. خليني السعر متغير خلاص. تمام. انا موزع جمله، تمام. اخليت شغل جمله. تمام. ففي ناس في المحافظات بياخدوا، كل محافظه بتختلف اسعارها. تمام. ما ينفعش ان انا اقول لك سعر على الفيديو. طب ما هو اللي مثلا في العريش، اللي في بني سويف، اللي في الاسكندريه، اللي هيقولوا السعر ده، كل محافظه ليها سعر ايه. فخلينا في حته الاسعار بتبقى ايه عندي من خلال من هنا. تمام. مفيش مشكله. جميل. انا دلوقتي لسه واخد من عندك يا جماعه، عشان انا عندي مشكله في الدكوره، الدكر ما بيخصبش. لسه واخد القطره ديت. القطره دي هي سيلين يا ماما مهند. تمام. القطره دي بقى استعمالها ازاي؟ عشان انا لسه ما اعرفش. القطره دي يجي حد يقول لك انا جبت قطره، جبت سيلينيوم هولندي ما عملش حاجه. جبت سيلينيوم مش عارف بدون ذكر اسماء يعني. جبت سيلينيوم ايطالي ما عملش حاجه. جبت سيلينيوم شركه فلان ما عملش حاجه. بالتالي احنا توصلنا ده سني ميكس، يعني مركبات سني ميكس. هو سليم 20% هو مستورد مش مصري. السلينيوم المصري بيبقى السلينيوم المصري ما فيش حاجه اسمها سلينيوم مصري. تمام. السلينيوم المصري ده مجموعه حاجات كده، تلاقيه بيضه كده وعامل زي هو تحس هو لازق بس كده. لازق كده. هو مش ده مش سيلينيوم. تمام. السيلينيوم والتركيب الخامات اللي جوه مستورده. تمام. بس ايه على ايه، هو ده اللي بيدي خصومه. ده كفاءته 20% مش 10%. تمام. ده سيلينيوم ممتاز جدا، ويمكن كل الناس اللي جربته يعني اكيد، وانا بتكلم من الفيديو ناس كتيره جربته. انا نفسي مجربه على قص كوكتيل سنتين، بيتعرف فلارس وبياكل بالهبل، وعملت معاه كل حاجه، ما عملش حاجه. سنتين عند القص ده كوكتيل، مش هقول لك حمام، كوكتيل ما عملش حاجه خالص. وبيبيدوا مش ما بيبيدوش، بيبيدوا بس. وان ده بتبيد 5 بيضات، وما ما فيش تقسيط لمده سنتين بتبيد النتايه، ما فيش تقسيط. استخدمت معاهم السيلينيوم ده تبارك الله فوق الممتاز. خصب 2 والمره اللي بعدها 3 بس خصب الحمد لله. المهم اللي هو جاب نتيجه. جاب نتيجه. المهم اللي هو جاب نتيجه مع ناس كتيره. اللي بيجي ياخدوا عليه اقبال بفضل ربنا عز وجل. اللي بيجي ياخده تاني. ازاي بتستخدم اللي هي السيلينيوم دوت، بتعزل الذكر عن النتايه، وتشتغل معاهم 3 نقط في البق لمده 5 ايام. تمام. ماشي يا جماعه، احنا كده كنا عند عم حماده، الراجل تعبناه معانا، اتكلم معانا كتير جدا، بس والله احنا بنيجي عنده بناخد شويه معلومات. جزاك الله خير. طبعا عم حماده جزاك الله خير اللي انت بتفيد الناس، ربنا يجازيك كل خير. الغواة كلهم. واتمنى من الناس ان هي تنمو وتتطور في الحمام، لاني انا واحد من الناس، انا يهمني صحه وسلامه الطائر. ما يهمنيش ان الطائر يبقى تعبان عشان انا بركب ادويه وببيع ادويه. انا يهمني صحه وسلامه الطائر. طول ما الطائر بخير انا هفضل فعال كده، وهفضل متواجد، وهفضل ابيع، وهفضل اشتري، وهفضل متواجد في السوق. ربنا رب كده يجازيك كل خير. بص يا جماعه، احنا هنبص بصه سريعه كده على المنتجات. طبعا الميكسات كلها اهيت. تمام. ميكسات عم حماده اهي، تحديق ماشي. في برضه الميكسات اهيت. هو في عندنا منتجين اللي هو السن ميكس. تمام. وفي الزين. منتج زين اللي هو اعلى كفاءه. منتج زين كالاي 21 تماما، ما يفرقش حاجه عنه. ما يفرقش حاجه عنه. طبعا يا مهند وريهم كده الميكسات. الميكسات اهي. ادي الميكسات طبعا، وريهم كده مره واحده. لا ده ميكس معاهم برضه. ميكس معانا جوه. اسلام حبيبي، احلى ميكس. تمام. عم حماده يا جماعه مقر في سوق السيده عيشه، وطبعا معروفه هو في سوق السيده عيشه الحد او يوم الجمعه دوت. منظر المكان عنده، ارجع كده شويه يا يوسف. انت جاي من السوق، من على اول السوق هتلاقي عم حماده قدامك. هتلاقي اسلام واقف جنب عم حماده. اسلام برضه واقف جنب عم حماده. عايز اي حاجه عم حماده؟ تسلم، ربنا يجازيك كل خير. سلام. طبعا حابين نشكر عم حماده على الفيديو الجميل اللي شفته في الاول. طبعا الراجل بيبيع يا جماعه منتجات ممتازه جدا جدا جدا، وانا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها منه. يعني انا طبعا زيارتي لعم حماده لازم تكون، او نزلت السيده عيشه لازم اللي انا وانا ماشي من السوق اجيب حاجات من عنده. ده لازم، عشان خاطر الحاجات ديت بخليها عندي في البيت، احتمال لا قدر الله انقطع الفتره اللي انا انزل السوق، فبالتالي الحاجه تكون موجوده عندي احتياطي. ولو على الاكسباير بتاعها بيقعد معاك بالسنتين والثلاثه. فالراجل ده يا جماعه حاجته مضمونه، وانا جربتها بدل المره 1000. يعني من ساعه تقريبا ما بدات غوايه الحمام ما بجيبش غير من عند عم حماده، عشان خاطر الراجل ده يعني كانت سمعته بالنسبه لي، لا انا كنت اعرفه من قبل ما ابدا ان انا اتعرف على اليوتيوب، من قبل ان انا اطلع على اليوتيوب. فما شاء الله الراجل منتجاته 10 على 10، من اول الميكسات بتاعته لغايه اكبر حاجه عنده المضادات السموم وفيروسات والكلام ده كله، ومنشطات الكبد والكلام ده كله. ربنا يا رب كده يبارك. طبعا احنا بناخد الحاجه الوقايه بتاعتنا، الشاي بالليمون. والله يا جماعه عنده دور برد ما يعلم بالله ربنا، حاجه كده فاخر من الاخر.
فبحاول ان انا اعمل موف اون من البرد عشان بخلص برد بخش في التاني، فربنا يا رب يتم يشفعنا على خير. تعالوا يلا نشوف الحاجات اللي احنا جبناها من عند عم حماده قبل اي ما نخش كده ناخد شرفه. بسم الله. تعالوا نخش السلاكه بقى واوريكم الحاجات اللي انا جبتها من عنده. مش حاجات كتير، بس الحاجات ديت لو مش موجوده عندك في السلاكه انت بالذات كغاوي حمام هتندم، هتعطل كتير، فربنا يا رب يسترها. ويلا بينا. طبعا انا فاتح على المتسولين بدري النهارده، فاتح لهم تقريبا من بعد الظهر، اسيبهم ياخدوا جوهم كده ويتهووا شويه وخدوا شويه شمس حلوين. والنهارده عملنا لهم حاجه حلوه كده في الميه، حطينا لهم خل العضوي، اللي هو الخل التفاح العضوي، حطينا لهم في الميه عشان خاطر يظبط المناعه بتاعتهم، عشان احنا للاسف يعني لقينا عندنا كذا حاله داخله على روشه، وربنا يا رب يسترها. تعالوا كده نخش السلاكه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبالمره اوريكم الخل العضوي اللي احنا اشتريناه. عشان الخل ده يا جماعه يعني للاسف يعني في ناس بتضربه، وفي ناس بتبيع منتج اي كلام. تعالوا كده مع بعض ونخش نبص الاول على الخل العضوي، وبعد كده نبص على الحاجات اللي احنا اشتريناها. يا جماعه ازازه الخل العضوي اهي، تمام. ده براند معروف، منتج يمني. طبعا الكيو ار اهو، تمام. الكيو ار اهوت يا جماعه، هتلاقي مكتوب مش عارف الهيئة المصرية مش عارف ايه، مدة امان يعني ايه والصناعة تقريبا فين كان في صناعة مصرية. بس الكيو ار اللي انا دخلت عليه اللي هو ده قايل لي البراند ده براند يمني، يعني ده براند يمني عشان بيعملوا زيت زيتون وكده. ده يا جماعة الخل العضوي او خل تفاح عضوي، تمام. الازازة ديت عاملة 55 جنيه عشان خاطر لزوم الفترة اللي احنا فيها دي، تمام. ادي الاول حاجة جبناها، لزوم الجو اللي مش احسن حاجة. جبنا ايه تاني يا مهند؟ تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. ناخد بقى الشنطه بتاعتنا ديت. ما انت نزولتك للسيده عيشه لازم تتبضع من عند كل حد شويه. دي جبناها، استنوا راحت فين اهيت اهو. بصوا صلوا على النبي. اول حاجه جبناها معانا، جبنا شويه دولا فيركون اس اهو. ده فيركون اس يا جماعه اهو، فيركون اس ماشي، عشان خاطر ده مضاد فيروسات انجليزي اهو. جبناه من السوق من عند عيادة الهلال. وجبنا القطره بتاعت عم حماده السني. بص بقى احنا جبنا عند عم حماده ايه؟ جبنا سوني تايلاند دمعة عين، وجبنا واحده تاني سوني تايلاند دمعة عين. الاتنين يعني دي لسه جديده، دي استعملناها. احنا بنخلي سبير عندنا ماشي. بالاضافه جبنا الهيق سيلينيوم دوت، قال لي لسه منتج جديد هو عامله تركيبه جديده، وقال لي جابت نتيجه. وانا الصراحه بصدق الراجل ده في اي حاجه بيقولها. فانا طبعا رحت خدت منه الكميه دي عشان خاطر نجربها على الديكوره اللي عندنا. يعني انا هوريكم الديكوره اللي عندنا اللي مش شغاله او بتخلي النتايه تحصي بس مفيش حصى معمر. فكل الحاجات دي اللي جبناها. واحد دي لسه جايبينها من عندنا، ادي واحد جبناه من السوق، وده من عند عم حماده. بالاضافه الحامل ده يا جماعه بيتباع في السوق بس ب 50 جنيه. انا خدته من عم حماده ب 30 جنيه. يعني الراجل اداهولي كده ذوقيا. يعني انا ده كنت شاريه اصلا ب 25 جنيه. ده بصوا الاكبر منه، يعني ده في 2 زياده اصلا. يعني 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 في 2 زياده. خدت منه دوت ب 30 جنيه ماشي. وخدنا طبعا كيس دبل اتحاد 2025، تمام. طبعا احنا لسه 2024 لسه معانا، بس خلاص فاضل لنا 5 دبل. فديت احنا جبناها من عنده، اللي هو الدبل الصفر ديت 2025. وربنا يا رب كده يقدر لنا خير. تعالوا بقى نبص على الحمام اللي احنا اصلا جايبين له الهيق السيلينيوم ده. انا الهيق السيلينيوم ده جايبه لحمام معين. اول حاجه معانا ما فيهاش احراج للذكر الحلو ده اهو، الذكر اللي مش عايز يعمر ده، جايبينه للذكر الجميل ده. بالاضافه جايبينه للذكر الجميل اللي جوه اهو، ده اللي هو الازرق قطيفه، جبنا له للذكرين دول. طب هنا دي الجرعه بتاعت الهيق السيلينيوم ايه، والجرعه بتاعت قطر دمعة عين. ما انا لازم اقول لكم بقى الجرعه بتاعت الهيق السيلينيوم دوت، تمام. 5 نقط في البق لمده 5 ايام. 5 نقط في البق لمده 5 ايام، تمام. والسوني تايلاند بتاعت دمعة العين، نقطه في كل عين و3 نقط في البق لمده 5 ايام برضو. هجيب معاك نتيجه ان شاء الله. بالاضافه الفيركون اس معلقه على 4 لتر ميه. معلقه لا ثواني معلش، معلقه على 4 لتر ميه لو انت هتشربه، معلقه على 2 لتر ميه لو انت هترش. يعني دي كده بتاخد 2 لتر ميه، تمام. عذر يا جماعه انا دور برد مبهدلني، بالاضافه للريش بتاع الحمام ده فعامل لي مشكله.
واحنا كده يا جماعه ننهي مع بعض الفيديو. كان نفسي نتكلم اكتر بس حرفيا انا مش قادر اتكلم. طب رسلك عشان ايه النفس. تمام. فدي احنا الحاجات اللي احنا جبناها باختصار. طبعا عم حماده ربنا يجازيه كل خير صورنا معاه فيديو حلو جدا، فيديو 8 دقايق، فيديو كبير. فالراجل ده يا جماعه عنده خبره جامده جدا في هوايه الحمام وخبره في العلاجات. اتمنى اي حد بينزل سوق سيد عيشه يسال على عم حماده. عم حماده موقعه في سوق سيد عيشه يا جماعه، اليافطه بتاعته معروفه، موقعه معروف، اسال اي حد وهتلاقيه. بيقعد جمعه وبيقعد حد. يا جماعه كانت نهايه الفيديو. كان معكم انا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.